السمك البلطي ما بيتاكلش مشوي او مقلي بس، لا ده احنا هنعمله النهاردة في صينية وتحتيه كده شوية خضار، مش هتدوقوا في حلاوتهم بجد. بس قبل ما نبدأ الفيديو ونشوف الطريقة، ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وفي البداية بقطع الخضار اللي هنستخدمه في تتبيلة السمك. عندي بصل بقطعه كده يعني تقطيعة وسط لاني لسه هحطه في الكبة، وعندي كمان حبتين من الفلفل، كمان حبة جزر، وكمان شوية كده من الشبت والبقدونس بقطعهم برضو وسط، وكمان حبتين من الطماطم. بناخد الكلام ده كله ونحطه في الكبة ونحط عليه باقي الحاجات اللي هنستخدمها في التتبيلة. بحط عليهم بقى توم كتير شوية لان السمك بيحب التوم، وكمان ليمون، وبحط التوابل هكتبها لكم في صندوق الوصف وهكتبها لكم برضو هنا على الشاشة. وبنحط كمان ربع كوباية من الزيت، وكمان بحط معلقتين كبار من المستردة وممكن تستغنوا عنهم وتبدلوهم بالخل. وكمان بحط الملح وباخد الكلام ده كله اضربه كده ضربتين في الكبة، مش عايزينه ناعم قوي ولا خشن قوي، يعني يدوب كده ضربتين 3 في الكبة لحد ما يوصل معانا للشكل ده. وعندي كيلو من السمك البلطي بجيبه وبنضفه كويس جدا، وبجيب السكينة وبفتح الجزء اللي هو عند الظهر كده، وبنضفه من جوه كويس جدا، وبعدين بنقعه كده في مية بملح بليمون، بسيبه كده حوالي ربع ساعة منقوع بس في المية. وبعدين بنشفه كويس جدا وبيبقى معايا جاهز اني احط عليه التتبيلة. باخد بس كده معلقتين كبار من التتبيلة اللي احنا عملناها واتبل بيها السمك من جوه ومن بره. بندعك بس كده السمك كويس جدا في التتبيلة اللي احنا حطيناها، وبنسيبه كده شوية على جنب لحد ما نحضر الخضار اللي هنحطه تحتيه. بنقطع بصل وجزر وفلفل رومي، وممكن لو تحبوا نحط معاهم قرنين فلفل حامي، وكمان حبة بطاطس كده متوسطة. باخد بقى الخضار ده كله وافرشه في الصينية من تحت، وبحط معاهم كمان كام حباية طماطم كده من اللي هي الطماطم الشيري الصغيرة دي، ممكن تقطعوا حبايتين طماطم كبار كده لمكعبات وتحطوهم معاهم. بناخد بقى معلقتين كبار من التتبيلة اللي احنا عملناها ونحطها على الخضار، وندعك بقى الخضار ده كله في التتبيلة دي كويس جدا، وبنرجع نساوي الخضار تاني في الصينية ونحط عليهم السمك او نرص عليهم السمك بالشكل ده. والتتبيلة اللي اتبقت كلها بقى بناخدها ونحطها على السمك كده من فوق، ونفردها كويس على السمكية. تمام قوي كده. بناخد بقى الكبة ونشطفها كده بشوية مية حوالي ربع كوباية او نص كوباية، مكان بس التتبيلة اللي كانت فيها، وبنحطها على الخضار والسمك بالطريقة دي كده. عندي بقى هنا البطروخ، لقيته وانا بنضف السمك فقلت لا حرام يعني ان انا ارميه، فحطيته بالشكل ده كده برضو. وبحط كمان شرايح ليمون كده على الوش بتدي شكل حلو قوي للسمك. واخر حاجة بحطها قبل ما ادخل الصينية الحلوة بتاعتنا دي الفرن، بحط كده حوالي 3 معالق كبار من الزيت على الوش، والفرن عندي بكون مولعاه قبلها ب10 دقايق ولا حاجة، واخد الصينية دي واحطها على الرف الوسطاني. هو السمك معروف ما بياخدش وقت كتير ولا حاجة، هو مجرد بس ما الخضار اللي تحت يستوي والسمك كمان يستوي، هنولع له الشواية من فوق كده ياخد لون حلو ونخرج، وبيخرج معانا وبيبقى جاهز وبيبقى شكله حلو قوي كده وريحته كمان رهيبة. واخر حاجة بعملها برش شوية كده من البقدونس على الوش، وبتقدموه بقى وبتاكلوه بألف هنا. انا متأكدة انكم لو جربتوا طريقة السمك دي هتعجبكم قوي قوي. الحوار كله والطعم كله مش بيبقى في السمك بس، لا لا، ده الحوار والطعم بيبقى في حبة الخضار اللي تحت دول.
دايبين وطعمهم حلو قوي وشاربين كده من طعم التتبيلة، والسمك كمان لحمه شارب من طعم التتبيلة، وحاجة كده خطيرة. اتمنى تجربوه بقى بالطريقة دي، وهستنى رأيكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، ولايك وشير للفيديو. مع السلامة يا حلوين.